صباح اليوم مع معالي السيد أبو الحسن محمود علي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة. وقد أشاد معالي الوزير بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر على كافة الأصعدة، وما تستند إليه من ركائز قوية وروابط وثيقة بين البلدين الصديقين في ظل الحرص المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون والسعي المتواصل لإنجاز خطوات متقدمة وملموسة لتطوير العلاقات الثنائية. وأثنى معالي الوزير على ما تقوم به الجالية البنغلاديشية من دور مهم في عملية البناء والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكدا على ما تحظى به هذه الجالية من اهتمام ورعاية وما تمثله من عامل رئيسي لتنمية العلاقات بين البلدين. من جانبه أكد معالي السيد أبو الحسن محمود علي حرص بلاده على تقوية علاقاتها مع مملكة البحرين، معربا عن ثقته في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون المثمر في كافة المجالات في ظل المقومات الكبيرة والفرص المتاحة أمام تطوير العلاقات الثنائية المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية. هذا وقد قام كل من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومعالي السيد أبو الحسن محمود علي بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية مملكة البحرين ووزارة خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية.